هذا الخبر العاجل المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء القرار كما نشاهد قبل قليل من لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتماد النتيجة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، باعتبار المنتخب المغربي منتصرا ب3 أهداف دون مقابل، وخسارة منتخب السنغال الذي كان قد توج باللقب. منتخب السنغال إذن يسحب منه اللقب ويعطى هذا اللقب لمنتخب المغرب، بعد أن جاء قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية بالاعتماد على اللوائح الخاصة، وتحديدا اللائحة رقم 84. كما تضمنت القرارات أمور أخرى تتعلق بإيقاف لاعب منتخب مغربي سايبري لمباراتين، إلغاء غرامة مالية كانت قد حددت ب$100,000، تخفيض غرامة كذلك الاتحاد الإفريقي في قضية جامعات الكرات إلى $50,000، وتثبيت غرامات أخرى تتعلق بهذه المباريات أو هذا النهائي تحديدا. إذا المنتخب المغربي رسميا هو بطل إفريقيا كما جاء في نص هذا البيان من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنعود الحديث عن ذلك لاحقا مع كابتن يوسف شيب والذي كان مع طاقم بإن سبورتس مباراة النهائية لكأس إفريقيا. لكن قبل ذلك دعونا نستعرض لكم شريط أهداف هذه الأمسية على مستوى دوري أبطال أوروبا. شاهدنا فرحة سبورتينج، الإحصائيات تقول آخر مرة وصل سبورتينج إلى ربع النهائي، جوابا على السؤال يوسف ربما يعود إلى موسم 82-83 منذ أكثر من 43 سنة لم يصل فريق إلى ربع النهائي ويصل بهذه الطريقة الغريبة. سأعود يوسف إلى الخبر العاجل، واعتبار المنتخب المغربي منتصرا في نهائي كأس إفريقيا. التوقيت غريب طبعا، الإجراءات غريبة، أحداث المباراة النهائية كنا فيها معا غريبة، كل شيء في هذه البطولة غريب إلى هذه اللحظة. طبعا محمد، لأن الأحداث اللي شاهدناها وعشناها في الملعب كانت أحداث مؤسفة جدا. أنا في اعتقادي أن كان المفروض أن يطبق القانون على أرضية الملعب، لأن عندما غادر المنتخب السنغالي وانسحب من المباراة كان يطبق القانون. وأنا حتى في الحكم كان صفروا أنها المباراة، لكن جاءته تعليمات أن ينتظر 10 دقائق. القانون واضح أن أي فريق ينسحب من أرضية الملعب يعتبر خاسر، المفروض كانت تطبق، لكن جاء متأخرا. لقب صحيح أنه منح المغرب لكن بدون أي طعم يا محمد، بدون أي طعم. دائما هذه الفوضى الموجودة في الاتحاد الإفريقي واللامسؤولية بعض المسؤولين، أظن يجب أن ينظف الاتحاد الإفريقي من هذه الأشياء التي راحة أضرت بالكرة الإفريقية. البطولة على مستوى الملاعب على المستوى الفني كانت عالية ناجحة جدا، منظمة بشكل ممتاز جدا، لكن للأسف كما قلت دائما هم الأشخاص، دائما أشخاص، خصوصا في الأشخاص الذين يتخذون القرارات. كان المفروض كما قلت دائما هذا الشيء، كان المغرب كان دائما يصر على الاستئناف وعلى تطبيق القانون بحرف الأظافر، لكن كما قلت جاء متأخر بدون أي طعم. ولا أدري المغاربة، حتى كل المغاربة أظن يشاطرون نفس الرأي، لأن رغم أنه يمنحون اللقب لكن ليس لديه الطعم كما كان سيكون لو طبق القانون على أرضية الملعب. كابتن سامي، رأيك، شاركت في هذه البطولة مدربا للمنتخب التونسي وخرجت معه من الدور الثاني. هو من المؤسف معناتها باش تصير احداث كما هكا في الفاينل معناتها بعد عرس كروي كبير معناتها بطولة افريقيا افريقيا معناتها حسب حدث كبير معناتها، والمفروض ما نشوفوش حركات واشياء كما هيك. انا بالنسبه لي الاشكال الكبير قاعد مازال في افريقيا هو على مستوى التحكيم، والقرارات المفروض تتخذ على مستوى التحكيم ولا اختيار الحكام اللي يديروا المباريات حتى على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي معناتها. هذا ثم خلل وثم تراجع كبير لمستوى التحكيم في افريقيا، وما يسبب العديد من الاشكاليات. لكن تتفق مع من يرى بانها كانت بطوله مثاليه من ناحيه تنظيميه، وانت الذي شاركت في البطوله؟ كانت الاكثر من رائعه معناتها على المستوى التنظيمي، كانت بطوله رائعه ورائعه جدا على طراز عالي وعلى مستوى عالي جدا. البطوله كانت في فتره كبيره معناتها تحت الامطار. السلبيات الوحيده احداث المباراه النهائيه. السلبيه الوحيده هي المباراه النهائيه. المباراه كانت تحت الامطار معناتها، جل المباريات لم نلاحظ اللي كونه ثم خلل على المستوى. هنا كان صفر نهايه المباراه الحكم، ثم جاته تعليمات عن ينتظر بعض الشيء. هو للاسف اللي كونه معناتها في بعض الاحيان القرارات نتاع الحكام تدخل فيها معناتها بعض الاطراف
الاتحاد الافريقي مره اخرى معناتها نشوفوا معناتها الانسحاب ونعود لاعب منتخب السنغال. طيب كابتن وائل، بطل افريقيا 3 مرات، كنت مدير منتخب مصر في النسخه الماضيه، رايك؟ يعني طبعا انا بتفق مع الكباتن في ان اسوأ عنصر في